ام جي زد اس اللكجري الفيس بتنزل منها نسخ كهرباء اكثر العربيات مبيعا في عائله ام جي اللي سعرها وبتعتبر هي ثالث ارخص عربيه اقتصاديه في الاسواق المصريه. لاول مره زد اس تقدم فتحه سقف بانوراما. اهلا بيكم متابعين قناه اوتو هيثم في كل مكان. العربيه اللي معانا النهارده الام جي زد اس اللكجري الفيس ليفت الجديده السب كومباكت كروس اوفر صينيه المنشا والتصنيع واللي بتدخل الاسواق المصريه من خلال منصور وكيل علامه ام جي في مصر. العربيه دي بتعتبر هي الجيل الاول واللي ظهر عالميا سنه 2016 ودخل لاول مره الاسواق المصريه سنه 2018 وتم التعديل وتحديث عليه في 2019 وده المتاح حاليا عندنا في السوق المصري تحت مسمى ام جي زد اس لكجري. بتنزل منها نسخ كهرباء في الخارج وبيتم انتاجها في بعض الدول زي الهند وتايلاند. وبتعتبر الزد اس واحده من اكثر العربيات مبيعا في عائله ام جي. بتنافس في الاسواق المصريه العربيات السب كومباكت كروس اوفر الاقتصاديه زي الشيري تيجو 4 برو والنيسان جوك وجيلي كولري. الام جي زد اس بتنزل بفئه اللكجري اللي سعرها 1,080,000 وده طبعا السعر الرسمي طبقا لسعر الوكيل ولحظه تصوير الفيديو. وبتعتبر هي ثالث ارخص عربيه اقتصاديه في الاسواق المصريه. تعالوا مع بعض نتفرج على العربيه ونشوف ابرز واهم مواصفاتها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وشير الفيديو عشان يوصل لكل محب السيارات. العربية شكلها عصري متميز جدا، جاية بشكل انسيابي جدا وده باين جدا في مقدمة العربية وطبعا الشبكة اللي جديدة كلية. ولو جيت تبص بقى من جنب العربية مع ظهر العربية هتلاقي فيه تناسق كبير جدا ما بين مقدمه العربيه وظهر العربيه. ولو بصينا على سقف العربيه هنلاقي ان العربيه جايه بروف راك لونه فضي شكله انيق جدا. والاول مره ان العربيه الزد اس تقدم لنا عربيه فتحه سقف كهرباء بانوراما. ونرجع تاني ونبص على مقدمه العربيه هنلاقي ان مقدمه العربيه طبعا زي ما قلت لكم ان الشبكه اللي جايه شكلها جديد كليا عن الشكل اللي قبل كده. وهنا هنلاقي الفوج لايتس اللي موجوده وجايه داخل حله من البيانو بلاي. وهنلاقي فيه كمان هنا فبر اسود منتشر حوالين العربيه كله بدايه من مقدمه العربيه او في الكساحات بتاعت العربيه والعتب والرفارف. دخول العربيه بيكون كيلس انتري ومرايات العربيه بتيجي ظبط كهرباء وضم كهرباء غير بقى كمان الاشارات اللي موجوده على كفر المرايه. والازاز بتاع العربيه جاي كله من اللون الابيض مش جاي فمين. وطبعا على الازاز الخلفي هنا في السبويلر الخلفي اللي جاي فوق الازاز الخلفي وفي مساحات خلفيه وطبعا علامه ام جي الموجوده هنا. وهنا هنلاقي برده حليه على الديفيوزر الخلفي. وهنا طبعا في حساسات الركن الخلفيه وكاميرا الرجوع الخلفيه اللي هي واحده من الكاميرا المحتويه 360 درجه. الاضاءه بتيجي في العربيه كلها من ال LED سواء الاضاءه الاماميه او الاضاءه الخلفيه او الفوج لايتس او الاشارات. اما بالنسبه لحجم العربيه فالعربيه بتيجي بطول كل 4 متر 32 عرض العربيه متر 81 ارتفاع العربيه الكلي بيجي متر 56 وطول قاعده العجلات بتيجي 2 متر 58. مقاس الجنوط هنا 17 بيوصل 215 على 55 والجنط طبعا جاي من 2 تونز. طبعا احنا لما بنيجي نفتح الشنطه بندوس على علامه ام جي هنا دي نفتح الشنطه وفتح الشنطه مانيوال. بس كان المفترض ان يكون في اي حاجه هنا تمسك منها الشنطه ترفعها منها لان لو انت فكرت ترفع من دي انت كده ممكن تقطم العلامه دي. نبص كده على مساحه الشنطه اخبارها ايه. مساحه الشنطه هنا عندنا 495 لتر. الشنطه طبعا عشان العربيه سب كومباكت كروس اوفر فتحس ان الشنطه مضمومه كده ولكن الشنطه فيها عمق لتحت. وهو حتى عمل ايه هنا راح مكبر الشفه بتاعت التحميل هنا عشان برضه يديك احساس بوسع اكتر. ولكن طبعا دي بتبقى شويه متعبه في تحميل او اخراج وادخال الشنط او الامتعه اللي معاك يعني. لكن طبعا مساحه الشنطه شكلها واسع وكويس 495 لتر يعني ما يقرب من ال 500 لتر فالمساحه تعتبر كويسه. في هنا جيوب على الجوانب
كتير كده برضه عشان لو معاك متعلقات صغيره او رفيعه او حاجه ما تجريش منك في الشنطه. فالجيب دي موجوده هنا على جوانب الشنطه سواء اليمين او الشمال. وبرضه هنا في لمبه جايه باللون الاصفر برضه عشان تنور لك الشنطه. وهنا في برضه، بس دي لازم بقى ترفعها كلها عشان تشوف الحاجه، لان دي بتعوق شويه في الضغط انها ترفعها بالكامل. هنا طبعا في الاستبن والعده بتاعت العربيه. تعالوا بقى نعمل طيب ظهر الكنبه الخلفيه نشوف المساحه هتبقى اخبارها ايه. طبعا بعد ما عملنا طيب ظهر الكنبه الخلفيه بقت مساحه الشنطه اكبر واوسع. تعالوا بقى نقفل الشنطه كويس، في ايد نقفل منها هنا الشنطه اهو، ونروح المقصوره الداخليه ونشوف اخبار المساحات والخامات اخبارها ايه. يلا بينا. طبعا لما فتحنا الانتيريور بتاع العربيه، بما ان العربيه عربيه من فئه العربيات الاقتصاديه وجايه بفرش بالشكل ده وديزاين بالشكل ده، فتعتبر معقوله جدا. الفرش شكله حلو جدا، التصميم شكله جميل جدا، والفرش بتاع الكراسي جاي كله من الجلد. بص الكراسي جايه اللون الغالب فيها شويه الاوف وايت، في ناس هتقول عليه بيج لكن هو انا شايف ان هو اوف وايت. هو طبعا ميكس ما بين اللون الدارك جراي مع الاوف وايت. الخامات في العربيه او الماتيريال معقوله جدا زي ما قلت لكم بالنسبه انها عربيه اقتصاديه. تعالوا بقى ندخل العربيه ونبص على بقيه التفاصيل. طيب هنا التابلو جاي من الرابر الطري، والله تعتبر برضه في عربيه اقتصاديه والتابلو جاي الخامه بتاعته من الرابر الطري، دي حاجه كويسه جدا. التصميم نفسه بتاع التابلو شكله حلو جدا، حتى فتحات التكييف اللي في النص شكلها عادي جدا. في هنا تريم جاي باللون الفضي في منتصف التابلو، جاي قاسم الجزء ده بالجزء ده، فطبعا جاي زي تو لايرز كده، اللاير جاي باللون الدارك جراي واللاير الثاني جاي باللون الاوف وايت. والتكييف هنا بيجي اوتوماتيك وفي فتحات تكييف خلفيه. تعالوا بقى نفتح كده ونبص بقى على الشاشه بتاعت العربيه. الشاشه الترحيبيه وهو بتفتح بتديك كده شكل كرتوني كده. الشاشه بتاعت الانفوتينمنت هنا بتيجي 10.1 بوصه، بتدعم الاندرويد اوتو والابل كار بلاي. نبص بصه كده سريعه فيها ايه. هنا في الاندرويد اوتو اهو، طبعا هنا لو حبيت تشغل بقى الموسيقى. هنا برده في انماط في القياده اهي، سواء لايت خفيف وسواء ستاندرد وسواء ديناميكيه. طبعا هنا البلوتوث لو وصلت التليفون في العربيه. التاتش مش سلس قوي معاك في الشاشه، تقيل شويه. بص هنا بقى دي الكاميرا 360 درجه اهي. بص هنا جايب لك الجنب بتاع العربيه، جنب اليمين الجنب الشمال، هنا ورا قدام. ولو خليت كمان خليها بص 3 دايمنشن اهي، الشاشه 360 درجه. بص 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 الكاميرا بتاعت العربيه عامله ازاي، جميع الجوانب بيجيبها لك. زرار الستارت ستوب انجن اهو، لونه ميتال كده شكله حلو قوي. تعالوا ندور كده العربيه. ده هنا في مخرج 12 فولت اهو، في فتحه يو اس بي هنا. وده الكونسول هنا، لا مش الكونسول الطائر، هو شكله تقليدي جدا، حتى نقل الحركه او عصايه الفتيس هنا شكلها تقليدي جدا، بس في فرامل يد كهرباء واوتو هولد موجودين في العربيه. بص هنا بقى كمان برضو انت تقدر تتحكم في الكاميرا من هنا، يعني الكاميرا ممكن من الشاشه او من هنا اهي. بص هنا طبعا ده مكان تخزين هنا، والكونسول جاي برضو باللون البيج هنا. وفي هنا كده حاجه منظر الجزء ده شبه الكربون فايبر كده، الحته دي كده شبه الكربون فايبر. في هنا 2 كاب هولدرز اهو، وفي مكان برضو تخزين هنا. وبقيه الكونسول جاي من البيانو بلاك في الجزء ده. علبه التخزين اللي هنا تقدر تستخدمها كمسند اليد، بس برضو طريه جدا، الخامه بتاعتها طريه جدا اهي. نفتحها كده نبص فيها اخبارها ايه. المساحه بتاعتها صغيره جدا بس بتفي بالغرض يعني. ظبط الكرسي بيجي كهرباء كرسي السائق
ظبطه كهرباء، اما كرسي الراكب الامامي فبيجي ظبطه مانيوال. الدرج يعني فيه بطانه بس مساحته معقوله نوعا ما متوسطه، بس هو بيفتح كده بيتهبط شويه، يعني مش بيفتح بشكل سموز. الاضافه اللي في الصالون الداخلي جايه باللون الابيض، والمرايه بتاعت العربيه تيجي تعتيم مانيوال وليس ذاتي. وطبعا هنا دي بقى فتحه السقف البانوراما، بس تصدقوا مساحتها حلوه، مساحتها حلوه وكبيره، مساحتها حلوه وكبيره جدا. لا مساحتها حلوه قوي يعني. لاول مره زد اس تقدم فتحه سقف بانوراما. خليها منورنا شويه العربيه اهي. عجله القياده جايه كلها من الجلد، الجزء ده فيه جزء كده منقرش برضو عشان يبقى عامل لك خشونه في الجزء ده، عشان لما ايدك تعرق ما تتزحلقش على الطاره، فدي بتبقى حاجه كويسه برضو في العربيه. الطاره جلد مالتي فانكشن، طبعا تلسكوبيك تقدر تحركها بس في اتجاهين اتنين بس، مش 4 اتجاهات، يعني فوق وتحت بس، مفيش مثلا بره وجوه، لا دي. وطبعا دي زراير المالتي ميديا الموجوده هنا اهي، وفي هنا برده حليه جايه باللون الفضي. تعالوا نبص على بطانه الابواب هنا، او بطانه الابواب الجانبيه الاماميه. الجزء ده كله من الفبر، خلينا متفقين انها عربيه اقتصاديه، في حليه من اللون الفضي هنا. الجزء ده جاي تحت منه طبقه سفنج معقوله كويسه، والجزء ده برده من السفنج، وجاي هنا طبعا برده ميكس كده ما بين اللون الدارك جراي او اللون اللي هو الفبر بتاع الباب العادي واللون الاوف وايت. هنا في برده الجيب بتاع التخزين الموجود في الباب، مساحته حلوه معقوله متوسطه تميل للحجم الاكبر يعني. تعالوا بقى نرجع نشوف المقصوره الخلفيه اخبارها ايه، يلا بينا. زاويه الدخول وانا داخل في المقصوره الخلفيه كويسه حلوه جدا، مش ضيقه. قاعده ورا المساحه بتاعه الكنبه بالعرض يعني معقوله انها تشيل فردين متوسطين او حجمهم ضخم شويه، او 3 افراد متوسطي الحجم يميلوا للحجم الاصغر، فالكنبه اللي ورا معقوله. ولكن الوسع من حيث بقى الركبه او مساحه الركبه مع ظهر الكرسي الامامي، لا المساحه حلوه جدا، على الرغم ان انا مرجع الكرسي ترجيعه كويسه جدا متناسبه مع طولي، ومع ذلك انا قاعد ورا مش متضايق خالص. المساحه بتاعت الركبه ما بينها وبين ظهر الكرسي الامامي كويسه جدا، وكمان مساحه القدم هنا مساحتها واسعه جدا. يمكن بس نفق الفتيس عالي شويه متوسط العلو، ولكن جاي بشكل عريض، يعني مش جاي واخد شكل القبه دي اللي ممكن تضايق اللي يقعد في النص. فاللي يقعد في النص ممكن هيبقى حاطط رجله عليها بسهوله جدا، هنا مش هيبقى متضايق لانها مش كيرفي، لا اللي هنا واخده شكل مسطح. في مثبت كراسي الاطفال ايزوفيكس هنا، ولكن مفيش ارم ريست هنا خالص. طبعا دايما العربيات الاقتصاديه بشويه ما بيبقاش فيها الموضوع ده. في هنا جيوب خلفيه موجوده في ظهر الكرسي الامامي، وفي فتحات تكييف خلفيه زي ما قلت لكم وانا قاعد قدام، وفي فتحتين يو اس بي. مساحه الهيد روم هنا حلوه جدا مش وحشه، ما يعادل قبضه ايد، فالمساحه برده كويسه. نبص بقى على بطانه الابواب الخلفيه، برده نفس الفكره في بطانه الابواب الخلفيه. الجزء ده جاي كله من الفبر، وفي حيه من اللون الفضي هنا، والجزء ده جاي باللون الاوف وايت بس جاي تحت منه طبقه سفنج. ومساحه جيب التخزين اللي هنا ورا مساحتها برده متوسطه معقوله يعني. تعالوا بقى نشوف منظومه الحركه في العربيه الام جي زد اس 2025 اللكجري اخبارها ايه، يلا بينا. الكبوت بيفتح وبيتعلق هنا على العصايه، مفيش دعات هيدروليك ولا حاجه، بس بص برده هنا في ايه، يعني في تصفيح جزئي اسفل الموتور، برده تبقى حاجه كويسه ما يبقاش كاتم على الموتور ويعمل حراره للموتور قوي يعني. في هنا برده بطانه عزل جايه من الفبر ده اللي هو بيبقى فومي عشان برده يبقى مانع او كاتم للصوت والحراره. تعالوا بقى نتكلم على موتور العربيه الام جي زد اس 2025 اللكشري. العربيه دي بتنزل بموتور 1500 سي سي تنفس طبيعي، 120 حصان بيتحققوا عند 6000 لفه في الدقيقه، 180 نيوتن بيتحققوا عند 4500 لفه في الدقيقه. المنظومه دي كلها متوصله بناء الحركه سي في تي، والعربيه بتيجي جار الامامي. الوزن الاجمالي في العربيه هنا بيجي 1318 كيلو، يعني حوالي طن و300 كيلو. وسعه خزان الوقود 45 لتر، وكمان معدل استهلاك الوقود في العربيه بيوصل ل 5.8 لتر لكل 100 كيلو، والسرعه القصوى بتوصل ل 170 كيلو متر في الساعه. معدل التسارع في العربيه من 0 ل 100 بيوصل لحوالي 10 ثواني و9 من 10. العربيه بتيجي بتعليق امان ماكفيرسون والتعليق الخلفي توتشن بيم، وبتيجي ب4 اير باجز. طيب تعالوا بقى نتكلم على منظومه الامان اللي جايه بيها العربيه. الحقيقه العربيه جايه بمنظومه امان او باكج امان
كويسه جدا، بالذات في مجموعه الفرامل المتطوره جدا. هنلاقي فيها طبعا الاي بي اس والاي بي دي، فيها كمان نظام الثبات الالكتروني الاي اس بي، وفيها كمان نظام التحكم في الصعود منحدرات، فيها كمان مثبت ومحدد سرعه ومراقبه ضغط الاطارات، فيها حساسات ركن خلفيه وكاميرا محيطيه 360 درجه. طيب لو حبينا بقى نتكلم على العربيه الام جي زد اس 2025، العربيه الفيس ليفت اللاكجري، تقدر تقول انها عربيه من اكثر العربيات الناجحه في السوق المصري. ده غير بقى كمان ان العربيه دي الخطوط التصميميه بتاعتها ما زالت بتتصمم في شركه سايك في انجلترا، وتقدر تقول كده كمان انها واخده بنفس لغه التصميم او متشابهه مع لغه التصميم اللي بتيجي بيها العربيه الام جي اتش اس والام جي 6. بكده اكون وصلت لنهايه الفيديو الخاص بالعربيه الام جي زد اس 2025 اللاكجري الفيس ليفت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وشير للفيديو عشان يوصل لكل محب السيارات، واشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم.